خوسيه روبيرو المدير الفني السابق للاهلي فاكرينه؟ اكتشفنا النهارده ان الاهلي بيطعن على حكم لريبيرو بحوالي نص مليون دولار او اكتر شويه. اتفاجئنا بحاجه زي كده، محدش كان بيتداول الخبر. يعني في حكم طلع، ثم بعد ذلك الاهلي طعن عليه كمان وقال لك احنا ادينا له حق الثلاث شهور بتوعه اللي هم الشرط الجزائي وبلغناه، لان الاهلي ساعتها قال ان تم انهاء التعاقد مع ريبيرو بالتراضي، واتقال ساعتها ان الاهلي اداله 3 شهور. بعد كده الناس تاني قال لك لا، ده اصل مرتبه بيدفع لحد دلوقتي. فالصوره كانت ضبابيه بشكل كبير. فالنهارده طلع كلام، وطلع كلام رسمي، حتى الاهلي طلع بيان رسمي ان هو بيرفض الحكم وبيطعن على الحكم، لان هو اتفقوا معاه على ال3 شهور. والله اعلم القصه مشيت ازاي، بس ازاي يتحكم طالما خد ال3 شهور؟ ازاي يتحكم له بنص مليون دولار؟ غريبه شويه. حد اتكلم وقال لك هو الراجل تضرر ان هو كان بيدرب فريق في جنوب افريقيا، اورلاندو تقريبا، وبعدين مشي من عند اورلاندو راح الاهلي. فجاه الاهلي مشاه في وقت نص الموسم وكان عنده عروض وبتاع. ما اعرفش حد بيبرر بقى ولا حد بيحكي القصه، عشان كده هو خد حكم. والله اعلم، والله اعلم الكلام ده صح ولا لا، ولكن الحقيقه الواضحه ان الاهلي عليه حكم بنص مليون دولار، والاهلي بيطعن على الحكم، وهنشوف في الاخر النتيجه هتكون عامله ازاي. لان انا بتكلم قصدي من الخبر، الزمالك لما كان بيجي عليه قضيه كنت بتلاقي من قبلها بيومين ثلاثه المواقع بتمهد وبتتكلم وبتبلغ وبتاكد. بس بصراحه احنا قضايانا كتيره يعني، احنا معديين الفلنكات، احنا رقم واحد في تهيألي في القضايا يعني. لكن التعامل الاعلامي مختلف تماما. التعامل الاعلامي هنا بيبرر بشكل او باخر، الناحيه التانيه في الزمالك بيدوس وبيذبح وبياكد ويلا وبصوا الدنيا عامله ازاي ويقفل، ده ينزل درجه تانيه، ده ينزل درجه رابعه، وهكذا. لكن الناحيه دي بيبرروا تبرير واضح وصريح ان الاهلي مش غلطان، الاهلي صح، والاهلي هيطعن، والاهلي عنده موقفه تماما. مفيش حد بيجيب الراي والراي الاخر تماما. اننا بنتكلم عن الاهلي عنده ماتش مهم جدا مع زد، زي ما قلت لك يوم السبت اللي فات في فيديو امبارح كنت كلمتك في القصه دي وقلت لك ماتش مهم جدا. زد بينزل من السبعه الكبار، ولو خسر من الاهلي هينزل تحت اكتر وهيفقد مكانه في وسط السبعه الكبار، لانه هيبقى فاضل له ماتش واحد تقريبا، والفرق التانيه لعبوا ماتشات اقل منه. طيب، فاجئنا النهارده ان الدرجه الثانيه اتفتحت على موقع تذكرتي لجماهير الاهلي في مباراه زد، في خطوه اول مره تحصل السنه دي، حاجه مهمه وخطوه جميله جدا. لكن ليه ما اتفتحتش مثلا لباقي الفرق؟ او ليه او ليه ما تمش الاعلان زي ما متعارف عليه؟ بيقول لك احنا هنزود الجماهير، بيطلع رابطه الانديه بتطلع بيان وبيقول لك احنا هنعمل 1 2 3. لكن ده ما حصلش. الناس اكتشفت بالصدفه ان مدرجات الدرجه الثانيه مفتوحه في ماتش الاهلي وزد. خطوه انا مش شايفها وحشه، انا شايفها خطوه حلوه، بس تعمم على بقيه الانديه. يعني الزمالك تفتح له الدرجه الثانيه والاسماعيلي مثلا وهكذا. يبقى كل المدرجات مش طرف واحد بس، زي ما كنت بتكلم امبارح في فيديو الدوري، ان احنا عايزين العداله، كل واحد ياخد حقه فقط لا غير، ما حدش ياخد حق زياده عن حقه، كل واحد ياخد حقه وبس. فاتمنى ان الخطوه دي تعمم على كل الانديه، ونشوف الدرجه الثانيه كمان تفتح والجماهير تزيد. لان الكوره جمهور الزمالك، جمهور الاهلي، جمهور المصري، جمهور الاسماعيلي، جماهير الانديه الشعبيه هي بتدي طعم وقيمه للماتش. جمهور الاتحاد طبعا بتدي، وغزل المحله هقعد اقول الصبح، بتدي قيمه وطعم للدوري وللمسابقه بصفه عامه. شكرا. بتوع زد لعبوها خالصه معانا المره اللي فاتت، قال لك هنديكوا شويه حقنا في المقصوره، راحوا فاتحين الدرجه الثانيه للاهلي.